السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصيدة مهداة مني شاعر أبو عتاب المريسي، وهي أهديها إلى مديرية مريس وإلى كل قرى في مريس. وأقول فيها: قلنا يقول أبو عتاب من مكة بصوت الحق: ببعث تحية من الخافق من الأعماق إلى مريس الحبيب يهدي لها نعشق، دار الحبايب لها تدفق الأشواق، والجو حالي عليها لونه الأزرق، والطيف الألوان كحلها مع البراق، والسيل من قمة الدرفين يتدفق، وسق الجبارة وغرق سوقها غراق، والقات ذي في توالب الغصون ورق، والطاير العمر طيحلق على الأوراق. قلنا في مشرعه غرد العصفور وترقرق، وفي غول ديمه بيشد الطاير الرقراق، وفي رحاب الحمير الوردي يتنسق، والحقل تحفه بلاد الخالب ومشتاق. فدان ذي من هواها العالمين انشق، وأرض عطه فؤادي لقل هذا تواق، وفي جمال المدرك قلبي يتعلق، والجرب أجمل بذاك المنظر الذواق. ضفي جميلة بصورتها وبرونة، قرية جميلة وذاك المسجد العملاق، والخبل ذي في سماها الصقر قد حلق، وارض الجبل ذي هواها عانق الآفاق، وارض الجبل ذي هواها عانق الآفاق. حمدون اللي أنا ذي في لعبها أعشق، وبيت جعوال دار اللاعب العملاق، مكنف جميلة وصوت السيل يتدفق من الزمق، والمزاعم سيلها الدفاق. شقران ذي في هواها خاطري مرهق، أحبها حب سبب للفؤاد إرهاق، والجو والجاو شامخ بحمث الحب يتعانق، وضيعها المجد قلبي لها خفاق. والمروي العز فيها العلم يتفوق، وفي كبي نوجد الإبداع والأخلاق، سعده مع موسعها الماس والزئبق، وفي الدرام المطلة شكلها الذواق. حليف ذي مدرستها قط ما تغلق، وارض خيران فيها الفرد ما قد ضاق، والكتمي ذي هواها الحالي المطلق، حلت بروحي وفي قلب الفتى الخفاق. بيه وريد الحبيب حبهن يسبق، ولا كما تستحق الشعر والأوراق سوا، وصولان بالقمة وبالمفرق دار البطولات، لحظة حربها حزاق يعيش دار البطولة ذي بها يزعق، كم النمر ضد ذاك المعتدي العاق. قهره حقلان والمعصر فيه الملحق، وفي رمه والجميمة ذكرنا سباق، مطارين الحب والمنمار تتعانق، وكل قرية بتبعث للجوير شواق. وفي رصابه وفي المخباه نتطرق، ومحلى قراوه بوقت النور والإشراق، لحسون والجهدعة والرحبة تنطق فرثان، واللقمة في حبهن عشاق. ذي الحاس والحنكة بكتب على الملصق، وابعث تحية لكم من عالي الأطباق، بديوة الذوق والجبهة بتتألق، مريس حبي لها واعطي لها ميثاق. وارض الخريبة لها الخفاق يتشوق، وارض القحيلة مع العتبات بالأشواق، واجمل قرية هي القدام تتفوق، أرض الشهادة ودار العز والأذواق.